من مسببات الخشوع إبطاء حركة اليدين بداية من التكبير واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها، ثم القراءة ببطء قدر المستطاع، والتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية، فأنت لست في سباق تسميع لشيء تحفظه، وكلما كنت أسرع كنت الأفضل. جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة، ولن يفهم منك أحد شيئا. أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى: مجدني عبدي. فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا كلما كانت حركة الجذع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادية ساعد ذلك على الخشوع. تريث وأنت تسبح في الركوع، وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي العظيم، فأنت ستقولها 3 مرات فقط، فلتكن هادئة واضحة مطمئنة. كذلك بطئ حركة الجذع للاعتدال من أجل القيام، وانتظر وأنت قائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء: ربنا ولك الحمد. هل تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في الركوع ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ كذلك فلتكن حركتك من أجل السجود حركة هادئة مطمئنة. تريث وأنت تسبح في السجود، وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي الأعلى، فتكون واضحة هادئة مطمئنة. وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتحدث بهدوء واطمئنان، لأنك قريب جدا من له ملك السماوات والأرض. واطلب ما شئت، فهذه فرصتك. لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيء لم تطلبه من الغني الكريم. هل تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت